سلام سلام البنات، مساء الخير. واش راكم؟ واش حوالكم؟ واش راكم ديروا؟ كاش تحضيرات تاع رمضان؟ كاش وصفات راكم معولين ديرون في رمضان؟ ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. ما تنساوش الصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. افضل حاجه نبداو بها لا فيديو تاعنا لنهار اليوم. شاركت معكم هذا التورته الخفيفه بحشو جد لذيذ وخفيف وسهل التحضير بالعجينة المورقة. كنت حضرت معكم كيفية تحضير العجينة المورقة بأبسط طريقة في الفيديو اللي فات. اللي حابة تشوف راح تلقى الرابط في صندوق الوصف. وأنا حابة نشارك معكم مملحة وحاجة حلوة. أنا بديت لكم بالمملحة. أنا جبت رطل تاع عجينة مورقة. جبتها من الثلاجة واحد 4 ساعة من قبل. تكون دايرتها في الكونجيلاتور تجبدها ساعة من قبل، ولين دايرتها في الثلاجة فقط تجبدها واحد 4 ساعة من قبل فقط. نكسرو العجينة بهذا الحجم ونقطعو نص، نخليوها هكذاك ونص الاخر نديروه شرائط. انا مع الاول قطعت بزاف هذوك الشرائط ثم قطعوا قال لانه من بعد اضطريت نعاود نلم شويه العجينه ثم قطعوا شرائط تكونوا اقصر من هذا اللي درت انا. ونجيبوا الحشو اللي درت. اول حاجه حطيت هنايا فرماج. نتوما ديروا هذوك خاص بشرائح تاع ساندويشات شيك. انا ما نستعمل شيزي ولا نستعمل هذا. ومن بعد واش نديرو ثاني درت نص حبه بصله كبيره قطعتها مربعات قليتها في الزيت مع الملح. ومن بعد زدت رحيت ربع صدر تاع الدجاج ودرته مع البصله ثاني يطيب. وزدت عليهم شويه كزبر شويه فلفل كحل حتى نشفوا. ومن بعد نحيتهم. لازم ينشف مليح الحشو لانه العجينه المورقه ما تحبش حاجه تكون مشمخه ولا فيها لاصوص تقعد لكم معجنه ما تورقش. لهذا حاولوا الحشو تاعكم تنشفوه على قد ما تقدروا. ومن بعد ثاني شرشمت البيض. زدت ربيت 2 بيضات ودرتهم فوق هنا فوق الدجاج هذيك والبصله. هنا اللي حابه تزيد تضيف فرماج ربي من فوق تقدر تضيف. واللي ما عندهاش تقدر تستغنى عليه. انا ما زدتش درت يعني كي درت من تحت ما زدتش درت من الفوق. ومن بعد هنا شوفوا هنا البنات كما قلت لكم في الاول اضطريت نعاود نلم شويه العجينه بها كي ندور نبرم العجينه تاعي. يعني تلقى لي ساع وين نغرق العجينه. قبل ما نغرقوا العجينه ندهن بصفار البيض باه ما تتحللناش في الطياب وهذاك الحشو يخرج وتفسد لنا. هنا نبداو نروليو هذيك العجينه. ما تنساوش طبعا ترشوا الفرينة وتكسلوا في هذه العجينه المورقه. من الاحسن البنات قبل ما تخدموا هذه العجينه ديروا فرشوا ورق زبده وباه تخدموا العجينه باه كي نديروها في البلاطو تجينا سهله. انا هنا نسيت حتى نعاود حتى نخلصتها ما جبت بابي كويسون. شوفوا هنا نغلقوا مليح مليح نضغطوا شويه قدر ما يتسكر. ونبداو نديروا هذوك الشرائط بالوحده ندوروها نبرموها وباه نحطوها. وهذوك الحو من بعد نديروها تحت العجينه من تحت كيما راكم تشوفوا كي نغلقوا نديروها تحت العجينه ندخلوها من تحت العجينه باه كي ما تتحلش. بعد ما نكملوا هذوك الشرائط رايحين نديروها شكل دائره. نديروها شكل دائره نغلقوا الدائره هذيك. انا حتى درت وخلصت وبات فكرت بابي كويسون قلت يعني نسيتو. صح معليش نداركوا الامر ماشي حاجه يعني واعره. هنا جبت بابي كويسون وراح نحط هذيك العجينه. هو من الاحسن ديروا قبل بابي كويسون باش ما يفسدلكمش الشكل. ومن بعد هنا ندوروا العجينه كما قلت لكم على شكل دائره ونغلقوا مليح على الجوانب. شتو هذوك السبت اللي درنا نحيو سبته من هذوك بعد ما نغلقوا في بعضهم درقوها بهذيك السبته هذيك الحاشيه اللي تجي في النص باه ما يفسدلكمش الشكل فقط. وبيض البيض اللي قاعد درنا نزيدو ندهنو به من فوق هذوك الشرائط. وهنا البنات انا نخدم في العجينه
شحلت الفور مسبقا على 180 درجة باه يسخن مليح مليح كما لاباط فيجي. تحب الفرن ساخن جدا، مع الاول نديروه 200 درجة، يفوتوا واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق، عاودوا قلبوه. اللي عاد الفور تاعكم قوي ديروه في 150، ولا حد يعني نورمال ديروه في 180. انا درته في 180 فقط، وما درتوش في الراف الوسطاني، ديروه في الراف اللي من فوق الوسطاني باه تطيب في غرضها ويتبرقوا. الطبقات يتبرقوا وطيب لكم من داخل، ما تقعدوا لكمش عجين. ومن بعد تقسموها، كي تقسموها خليوها حتى تبرد باه تقسموها باه هذوك الورقات يبانوا. انا كنت يعني اضطريت، كان راح لي العلاشة وباه نصور. بعد ما طبت طول قسمتها لكم تشوفوها كيف جات من داخل. شوفوا جات ما شاء الله تشهي، شهيتكم في الجنة. غير جربوها البنات، حاجة سهلة، خاصة تكوني في رمضان مع الفطور تحيري واش ديري وعندك لاباط تصفيتي في الكونجيلاتور، ديري هذا الوصفة راح تعجبك بزاف وسهلة وتنحي لك التعب يعني بزاف. راح نقسم لكم هنا تشوفوها كيف جات مع الحشو، يعني خفيف وبنين، ومع الفرماج اللي فيها اكيد راح تجي بزاف بنينه خفيفه. راح تخلصوا هذا التورته بلا ما تحسوا من خفتها. الحجم قسمتو واش راكم حابين على حسب افراد العائله. شوفونا كيف جات من داخل ما شاء الله. كما قلت لكم قسمتها كانت سخونه لهذا ما بانتش مليح. شكرا لإعجابكم الفيديو تاع اليوم. في فيديو آخر في وصفة أخرى إن شاء الله. ما تنسونيش بالجيم والتعليق في فيديو آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.